إيفون ميلر، أمريكي مقيم في كوبا. في عام 2005 بدأ بحثه عن جذور هذا المكان المقدس، وهو اليوم هنا ليؤكد أن هذا المزار المقدس موجود. في مكان ما قادته رحلته إلى مناطق عديدة في نيجيريا. بالطبع تعود جذور هذا المكان إلى نيجيريا، لكنه كان بحاجة للبحث عن المزار السري. زار كالابا، وانضممنا إلى إخواننا هناك لضمان وصولهم إلى المزار السري. يسعدني في هذه اللحظة أن أقول لكم إن لدينا هنا حارس هذا المكان، وخاصة حارسه في العصر الحديث من كالابا. ستوافقونني الرأي جميعا على أنهم عندما غادروا هذا المكان قبل سنوات قاموا بتلميعه وإضافة بعض اللمسات وتجديد بعض الأجزاء لجعله في أبهى حلة. إنه لأمر رائع يستحق كل التقدير. أنا سعيد جدا اليوم لأنه على الرغم من كل هذه التحسينات والإضافات فقد اتفقوا جميعا على أن الأصل هو الأصل. ولأن الأصل هو الأصل فلا تزال هناك بعض التحقيقات التي يرغبون في إجرائها انطلاقا من هذا الأصل، وقد حددوا مساراتهم. لذا يسعدنا جدا تحقيق ذلك هنا الليلة. الأشخاص الموجودون لديكم من كالابا هم من بيوت مرموقة للغاية. لا أسميها أكثر من بيوت مختلفة ذات مكانة ومكانة متفاوتة. ويسعدني أن أقول لكم إن دور الرئيس سيحدد قريبا مسؤوليات هؤلاء الأشخاص الذين قدموا من أماكن بعيدة. معلومة مهمة أيها الإخوة الأعزاء، المكان الذي تجلسون فيه هنا اليوم بني عام 1942، وهو أحد أقدم المباني في ولاية أكوام، ويعود لرجل كان من سلالة حاكمة. كان هذا المكان نقطة انطلاق الشعب من تقاليد الحكم. لقد اتقوا هنا الابن البكر لرئيسي راحل، وبقية أفراد قبيلة إيبو الذين كانوا أمهات تلك القبيلة اجتمعوا في هذا المكان قبل انتقالهم إلى المنطقة الشرقية، ثم كجزء من الحكم. أرى كيف أعاد التاريخ نفسه، حيث تم هنا إعادة بناء الجذور الجديدة لجمع الشعب مرة أخرى. آمين. لذا اسمحوا لي أن أقول إن اليوم ليس حدثا تاريخيا، وأود أن أترك هذه اللحظة لرئيس المنظمة ليقدم ويشرح ما يجتمع فيه الناس هنا الليلة. شكرا جزيلا لكم.
بعد دقيقتين ستكون الساعة 10. يجب أن يكون إخوتي في طريقهم إلى النوم. شكرا لكم. سأقتصر على تقديري الصادق لما بذلتموه جميعا اليوم لجعل هذا اليوم أفضل من الأمس. لجعل هذا اليوم يوما للهوية والحماية. نحن من عرق واحد ودم واحد ومصير واحد. كانت هناك محاولات عديدة من قبل مبدعين آخرين في المساعي البشرية لتحقيق الوحدة، ولكن لكي تسود الوحدة لا يمكن لأحد أن ينتزعها منا. إذا لم نحتفل بها، إذا لم نحتفل بها، إذا لم نكرمها، إذا لم نجعلها رمزاً لأصلنا ورمزاً لمستقبلنا، فسوف ينتصر الأجيال القادمة. نعم، لقد حان الوقت الذي يبحث فيه الناس في جميع أنحاء العالم عن جذورهم. نحن لا نبحث عن جذورنا لأن جذورنا راسخة. كل ما علينا فعله هو النهوض والتمسك بجذورنا، وإعلان للعالم أننا شعب فريد ذو أصل مشترك ومستقبل مقدر. اليوم يصنع التاريخ من جديد. اليوم خطونا خطوة أخرى إلى الأمام. لا يمكننا التوقف هنا. إخوتنا، أبناؤنا، أقاربنا في هذه الأرض اليوم، بارك الله فيكم. في 31 من هذا الشهر أناديه باسم أجداده. في صدقكم، في صدقكم. الاسم الذي يطلق على التاجر الأبيض. الصدق يتحدث عن الحقيقة وينطق بها. عندما قام في آخر يوم من عام 2007 قال ما كان سيفكر فيه الكثيرون، لأنه قال إن التاريخ صنع نفسه، إما أن تؤمن به أو تتركه، لكن الحقيقة يجب أن تبقى. على قوة هذا الإيمان بهذه الحقيقة يمكننا ترسيخ ولائنا لبعضنا البعض. معا يجب أن نتكاتف ونبني ذلك الجسر الذي سيعبر عليه إخوتنا من وراء البحار إلى ديارهم. سأترك أخيك نائب الرئيس أن يذكر هذا المجلس بما قررناه في هذا الاجتماع. فرغم كل مظاهر البذخ والرقص والغناء، فقد تم تحديد الجوانب الأساسية للبناء. آمين. إذ نخطو خطوة أخرى إلى الأمام، فإننا نبني. هذا الاجتماع هو واحد من بين عدة اجتماعات، وربما يكون الأول من نوعه في عام 2018، الأول على الإطلاق. لا بد من عقد اجتماعات أخرى. إذا أردنا تحقيق جميع أحلامنا، فلا بد من عقد اجتماعات أخرى عاجلة وضرورية. إذا أردنا الوصول إلى الخطط التي وضعناها للشيطان في الوقت الحالي، فإن إخواننا الذين يمثلهم صاحب السمو قد قالوا لي شيئا واحدا عندما وصلنا في 31 فاحتضنني. قال: فريد،
أنا حزين لأننا لم نتمكن من تحقيق حلمنا لعام 2007. ولكن يجب أن نحقق هذا الحلم. آمين، آمين، آمين. قال إنه مهما تطلب الأمر يجب أن نحقق ذلك. لو كان بإمكانه قول ذلك، فماذا كان سيقول؟ الوقت الآن، الوقت الآن. يجب أن ننهض. لنقف في طليعة السعي لتحقيق الذات. لنقف ونحن نستعيد ما هو حقنا. وفي هذه الحركة سنكون قد أظهرنا أنفسنا. وتذكروا قول الرب: عندما أرفع غيري إلي. عندما يرفع هذا التكتل صورة شعب بيبيو من خلال أمة سوداء، سيرتفع شأن الرجل الأسود. سيستعيد الرجل الأسود هويته. أولئك منا الذين ضاعوا بسبب العبودية ويتخبطون في سماع جرس الظلم الذي يدق كإرث غير عادل، سيسعدون بالعودة إلى ديارهم مرة أخرى، وسيبتسمون، وسيكون العالم أفضل لنا وللبشرية جمعاء. شكرا جزيلا لكم على هذه الأمسية. بارك الله فيكم جميعا. أحسنتم، أحسنتم. يا للفرحة. مع كامل الاحترام لرئيسي، الذي تحدثت إليه للتو، سأقدم بإيجاز. مراجعة موضوعية لقراراتنا الجماعية. أولاً، علينا أن نشكر إخواننا الذين تدخلوا في الوقت المناسب لإنقاذ ما كان ينظر إليه على أنه خيبة أمل وشيكة. وكما يقولون: في كل خيبة أمل نعمة. لذا كانت نعمة أن ما قررناه لإخواننا في القبيلة أن يقوموا به ابتداء من 27 إلى 29 من ديسمبر 2007 قد دفع لنا إخواننا في كالابانغ. لذا نحن ممتنون لهم جزيل الشكر. لولاهم لكانوا ظنون كاذبين أمام العالم أجمع. الحمد لله. باختصار، إن رؤية رئيس قبيلة أناكو اليوم لأحد أبنائه في الشتات، والذي قرر تتبع جذوره إلى المكان المقدس. لهي شهادة على ما اتفقنا عليه مع كالابانغ وإيفن في الفترة من 27 إلى 29 من ديسمبر. وجود أخينا هنا كأحد الأشخاص الذين يمكننا استشارتهم
ليس إلا دليلاً على صدق ما قررنا فعله. لقد أخطأ، ورأى البعض ذلك، وسمع البعض ما قاله، ولم يكن هناك ما هو أشد اقتناعاً من جعله أحد أعمدة القبيلة في الشتات. سمع ما نصحه به البعض، وهو أنه أينما ذهب، عليه أن يستخدم أدواته ليخبر العالم أجمع بحقيقة. المجتمع. ونشكر الله أيضا أنه على الرغم من أي قصور قد يكون لدينا، فقد تمكن من رؤية الأرض اليوم. وما رآه أخونا إيفان ميلر. في هافانا عن أورانا قد أكده بنفسه اليوم. وهذا دليل على أن كالابان وآين قد اتخذ القرار الصائب بمنح حق استضافة مهرجان أكوا الدولي الأمين. قبل عودة إخواننا، سنرافقهم إلى وجهتهم. نريد أن نؤكد لهم قوة هذا الرابط. نعم، رابط الوحدة والهدف والتفاهم والمحبة. لقد رأينا ما يفعله أعضاء منظمة إيوس في هذا البلد. إنهم يعقدون مؤتمرا يوميا في الولايات المتحدة. كل يوم تقريبا، كل عام يعقدون مؤتمرا. نعلم أن أخانا إيفان سيضع أساسا متينا للعراق أينما كانوا في الشتات. آمين. أينما كانوا سيأتون إلى الحقيقة، وهنا في هذا المكان تكمن جذورهم، وستكون هذه بداية وجودنا. ستكون هذه بداية استثمارنا ومواردنا. ستكون هذه بداية التعافي. ستكون هذه بداية تنمية ما أنعم الله به علينا. لذلك نناشد ميلر، وعندما يعودون لن يصيبهم مكروه. إن الله الذي ساقكم إلى هنا في مهمة قادكم لاكتشاف حقيقة. أصلكم سيقودكم أيضا إلى العودة براحة أكبر، بحيث بحلول اليوم التالي ستكونون على يقين بأن الله، وليس حتى حدسكم الشخصي، هو من قادكم إلى المجيء. ونحن هنا أكثر يقينا بأن قوة وحدتنا
ستزداد قوة يوما بعد يوم. وبحلول الوقت الذي نجلس فيه، لاكتشاف أنفسنا ومعرفة المزيد عنها، سيعلم العالم أجمع أن عبادة جميع الآلهة أكثر نفعًا من عبادة أي إله ميت. نعم. باركنا الله وامنحنا واجعلنا أكثر فأكثر. في مساعينا باسم يسوع المسيح القدير. آمين. شكرا لك يا أخي.